الحياة اللي احنا عايشين فيها دي ليها قوانين وثوابت. مش بتكلم على الفيزياء والكيمياء، بتكلم لا، فيها قوانين حياتية ثابتة. احد القوانين دي هو قانون اسمه التعب. مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعب. ربنا لما خلق آدم قال له كده: بالتعب تأكل منها كل يوم. والناس اللي رافضة هذا القانون هي أكتر ناس تعبانة، واللي قبل القانون ده أكتر ناس مرتاحة. هنشرح ما تتخضوش، بس المقدمة كده شكلها كده كلام كبير، لكن هي الموضوع بسيط خالص. الحياة زمان كانت صعبة، والتعب فيها أنا شفته، لأن أنا كنت يعني اتولدت في الخمسينات، بس في الستينات كنت واعي جدا. الستينات يعني كان فيه طشت غسيل، وكان في حاجة اسمها غلاية الغسيل، حاجة كده ديست يحطوا فيه الصودا الكاوية وعصاية كده يقلبوا بيها، مش عارف بتاعت البياضات ولا مش عارف بيسموها، أنا نسيتها دلوقتي، ما علينا. وحكاية إنك تعصر الغسيل في الشتاء ده التقيل دي كانت يعني عايزة واحد بيلعب جيم على أيامكم يعني. الدنيا كانت صعبة قوي. ما كانتش كل البيوت في اوائل الستينات فيها بوتاجازات، كان في حاجه اسمها بابور، والبابور بيطلع جاز وعشان ويهب في وشك، لا يعني كانت الدنيا صعبه. ما كانش في رفاهيه التي في ولا التلفزيون ولا اي حاجه من اللي انتوا عايشينها. والحاجه الغريبه، الناس زمان كانت بتشكر على التعب اللي هي عايشه فيه. النهارده في راحه. الاتوبيس عشان تركبه من مصر الجديده لميدان التحرير في الزمن اللي انا اتربيت فيه كان مغامره محسوبه. يعني عارفين اللي يقول لك سسبنس ميستري، يعني غموض، يعني انت مش عارف هتركب ولا مش هتركب، ومش عارف بالضروره لو ركبت هتوصل ولا مش هتوصل، ولو وصلت مفيش اي ضمان انك ترجع تاني. لان في بعض الاحيان ما كناش بنشوف الاتوبيس من كوم اللحم، الناس متلزقه كده متلزقه على الاتوبيس. كانت ايام صعبه. لكن النهارده معظم الناس عندها عربيات، وعايز تاكسي وشي اوبر وشي مش عارف ايه، ميني باصات وخطوط زرقاء وخطوط خضراء كده، ميني باصات رايحه زي القطاع العام كده. في الاتوبيسات فيها ناس بتقعد عادي يعني. ما كانش ايامنا ده خالص خالص. ده كان اوقات صدقوني ربنا يعلم، كان اوقات بتبقى في رجل جوه على السلم والرجل التانيه بره انت وحظك. انت بتطلب بس ما تتخبطش. كانت الدنيا صعبه، بس كنا فرحانين ومبسوطين وبنتعامل مع الحياة. المعادلة ان الرفاهية علت. انا بقول لكم الرفاهية عليت في كل حاجة، لكن الناس بقت بتشتكي اكتر واحتمالها قل، وبقت كارهة انها تتعب، لدرجة ان الناس عايزة تتجوز ليه؟ البنت عايزة تتجوز ليه؟ بصراحة عايزة ارتاح، شوفوا كلمة، من بيت بابا. نمرة 2 عايزة واحد يريحني. انتوا خدي بالكم هي بتدور على ايه؟ ترتاح ويريحني. وانت عاوز ايه؟ واحده تدلعني وتخدمني. حاجه بعد عنكم. علشان كده الجوازات بقت يا عيني متلصمه. عارفين يعني متلصمه؟ لان المفهوم نفسه غلط. هو ليه خليقها معينا نظيرا؟ لان في مشاكل كتير قوي محتاج معين نظير، فهم الاثنين هيزقوا مع بعض يعني الدنيا. لكن زي ما قلت لكم الدنيا اتلخبطت والدنيا اتغيرت. انا مش هتكلم في ده دلوقتي. انا عاوز اتكلم النهارده معاكم على حاجه اسمها انواع من التعب. هكلمكم على تعب سلبي وتعب ايجابي، بس هناخدهم كلهم على بعض يعني. هقول لكم النهارده على 5 انواع من التعب. اول 3 هنحاول نتجنبهم بقدر الامكان. اول تعب اسمه التعب الباطل. وده النموذج ليه في الكتاب المقدس اسمه سليمان الحكيم. يقول كده: صنعت لنفسي فراديسا، يعني عمل جناين، عمل نوافير، عمل اللي ما تعملش. بقى عنده 1000 امرأة. 1000 امرأة يعني كل حاجة عملها. طيب كانت النتيجة ايه؟ قال آية كده: باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. على فكرة سليمان ده شخصية متكررة في المجتمعات. أنا من سنة 84 ل
87 كنت بخدم في دور مسنين، كنت انا كبير ومعايا الشباب بتوع اولى وثانيه جامعه بنعلمهم يعني ايه خدمه المسنين. فانا قابلت ناس محطمه نفسيا تعاني من الوحده والالم والكآبه والاكتئاب، وكل يوم بيترجوا ان الموت هو الرحمه اللي مستنيينها من ربنا. ياه، ناس حالتها صعبه. وبعدين لما ابتدوا اتردد عليهم كتير ويحبوني او حبوني، ربنا اداني نعمه في عينيهم فابتدوا يفتحوا قلبهم، فبقى كل واحد الاول مستغربنا بعد كده فتح قلبه. ولقيت القصص متكرره، وهقول لكم ايه هي القصص المتكرره. هناخد نماذج انا فاكرهم بالاسم على فكره، بس مش هقول النماذج، هقول لكم نماذج اسماء الحلوه يعني. حد منهم قال لي يا ابونا انا كنت مهندس جينيوس من الخمسينات، رحت فرنسا ورحت العراق ورحت ليبيا. اللي اتجوز بيعيط، اتجوزت وصرفت كل فلوسي على اولادي وعملت لهم اللي ما يتعملش، وانا النهارده مركون عامل زي شويه عظم في قفه محدش بيسال عليا، وبيعاملوني بمنتهى الجفاء، انا بموت كل يوم. واللي تاني اللي هو بتاع العراق وليبيا وفرنسا ده اللي قال لك انا ما كانش عندي وقت اتجوز وعملت ملايين. فتح لي حاجه اسمها شانون، عارفين شانون؟ عباره عن جرار كده، فتح لي جرار كده، دي الاوضه بتاعته، كان واخد اوضه لوحده، عاده الاوضه فيها اتنينات او تلاتات، ده كان واخد اوضه لوحده. قال لي شايف، بيشاور لي طبعا على ازايز من الخمور اللي هي ما فهمهاش يعني، فبيقول لي شايف دي بالاف، انا ما بجيبش شوكولاته الا من سويسرا وما اكلش الا الشوكولاته من سويسرا استراد، انا عندي فلوس. وراح معيط. قلت له عيطت ليه؟ قال لي تقدر تقول لي كل الالاف وعشرات الالاف ومئات الالاف اللي عملتها بعد ما اموت هتروح لمين ولفين؟ مفيش حد من عيلتي يعرفني، لان انا خصمت الناس كلها وعبدت الشغل، وفي الاخر مش لاقي حاجه اعملها. نماذج متكرره، واللي اتجوز وما خلفش، كله بيشتكي. ولقيت صورة كلها بتتمنى ان العمر يرجع تاني من الاول، وعمرهم ما كانوا هيعيشوا العيشة اللي عاشوها، عيشة التكالب والخناقات على الوظيفة وعلى الترقية، ويا ابونا في واحدة من نفسنا مني وانا اللي علمتها الشغل وبتسرق مجهودي وبتبعت ايميل سي للاتش ار والسي بي ار والاي ار في اي حتة، وانا مش هسكت وانا مش هعمل. والاقي البنت قاعدة عروقها تنفر وتهبط وتنفر، وابقى خايف عليها يحصل لها حاجة في ايديا وهي قاعدة معايا، والناس كلها واحدة حاسة عنده ذبحة عشان اتظلم في ترقية. في ايه ده؟ في الاخر كل ده طلع ايه؟ باطل الاباطيل. وكلنا بنتعب، وبعد كده في الاخر نقول هو ايه اللي احنا عملناه؟ هو في حاجه من اللي احنا عملناها كانت تستاهل الخناق وحرق الدم والزعل والخصام والقواضي؟ ويطلع ان ما كانتش فيه ولا حاجه تستاهل. وده اسمه تعب باطل، اسمه تعب باطل. زي بالظبط اللي قاعد يحرد في بحر، او جايب جردل وبياخد من البحر ويحط في الرمله وفاكر ايه بتعمل ايه؟ هفضي البحر ان شاء الله. تفضي البحر؟ اوكي. او ده اسمه التعب الباطل. النتيجه بتاعته ايه؟ كآبه وحزن. حتى سليمان الحكيم لما تقرا سفر الجامعه، ده واحد عنده اكتئاب 100%، ولا منفعه تحت الشمس. لا لا لا، كلام صعب. ده بيبين لك قد ايه ان الحياه اللي عاشها بالطول والعرض كانت ولا حاجه. يبقى ده اول نوع من التعب، اسمه التعب الايه؟ الباطل. الشاطر يتعلم، لان عارفين احنا عاملين ايه؟ كلنا واقفين في الطابور، طابور فيه 20 واحد، واول واحد وقع في النيل وغرق، يا شفته ما خدش باله. وبعدين اللي بعديه وقع في النيل وغرق، ما خدش باله. وبعدين نمرة 17 ما خدش باله. انتوا ناسين؟ انتوا واخدين بالكم راح فين؟ راح زيهم. فاحنا كلنا ندي عبر للناس. 2 يبقوا في جنازه، يقول له شفت اخرتها ايه؟ عمل الملايين. انا اراهنك، ده في الجنازه يعني، مش حتى جايبين سيرته بالخير، اراهنك ان ولاده النهارده الليله دي هيقطعوا بعض، مش هيستنوا التالت، هيقطعوا بعض على الفلوس وعلى المصانع وعلى العزب وعلى الشركات. يقول له هي الدنيا كده، الدنيا كده. طب وانت؟ زيه. انا هقع في النيل اهو كمان 15 خطوه.
كلنا كده. خلي بالك، لان في تعب اسمه تعب ايه؟ باطل. تاني نوع من انواع التعب ده التعب من الخطيه. وعايز اقول لكم لو هتصدقوني، والمفروض تصدقوني لان مصلحه غير مصلحتكم انتوا يا ولاد، لا يوجد انسان عايش في الخطيه فرحان مهما ادعى العكس، ومهما عمل اسقاط وعمل دينايل وعمل انكار انه انا ابسط واحد وانا مظبط الدنيا وانا 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 وانا. لا 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 لا، من جوه فاضي، من جوه عارف انه قليل وصغير ومستعبد للخطيه، من جوه عارف انه كل ما يخش الكنيسه بيحس بالخزي والخجل، ولما بيتناول يبقى عارف انه مش المفروض كان يتناول. عنده المشاعر دي كلها مهما كابر. الخطيه فيها تهييص، فيها شرب، فيها سجاير، فيها حاجات، وفي كاسات فيها حاجات، وفي رقص وفي هيصه، وفي واحد عينه على واحده وعينها على واحد ولغوا بعض وخرجوا مع بعض وعكوا مع بعض. كل ده موجود في الخطيه وفاكر نفسه فرحان. بس دايما تعب الخطيه ده او اللي تعبان من الخطيه ده بقول له حاجه، عارف الخطيه عباره عن ايه؟ بكررها دايما: حلاوه يعقبها مراره. حلاوه يعقبها مراره، تحس انك صغير قوي وقليل. التوبه مش كده، التوبه فيها دموع وفيها ندم وفيها انسحاق وفي احساس ان زعلت ربنا وفي احساس ان انا خجلان من ربنا. بس كل المشاعر دي تفرحك، حاجه عجيبه قوي. كل اللي يفرح في الخطيه هو الغم والحزن، وكل اللي عايشين في الخطيه وفاكرين نفسهم ان هي دي الحياه وهم بيحفروا مكانهم في الهاويه، الا اذا تابوا طبعا. اكلمكم على تعب ثالث. التعب الثالث اسمه تعب انا جايبه لنفسي. يعني في تعب، في بقى واحد اسمه منكش التعب، يعني الظروف معاه حلوه خالص، ما عندوش مشاكل، يعني حياته زي الفل زي الفل كده، بس هو منكش. عارفين يعني ايه منكش؟ يعني في واحد كده الحياه يعني انا عاوز اتنكد، انا عاوز اتعب بقى، انا عاوز اتعب، انا اللي عايز اجيبه فوق راسي كله. زي مين؟ الشخصيه المتذمره. الشخصيه المتذمره مفيش حاجه تعجبه في الدنيا خالص خالص خالص. يعني في واحد يقول لك يخش باسم الصليب باسم الصليب، بالرغم من كورونا الناس ملتزمه في الكنيسه ولابسه كمامات وجايه تحضر اجتماع، يا سلام باسم الصليب، ربنا يبارك في اولاد ربنا. في واحد متذمر يقول انت فاكر كل الناس دي جايه عشان ربنا؟ ده اللي عاوزه تطلع لها بعريس ولا تطلع بعروسه. انت فاكر الناس دي فيها مخافه؟ ابقى قابلني لو واحد منهم روح وصلي. الناس دي كلها ده وقود الجحيم، دول اسمهم وقود الجحيم، دول اول ناس ربنا هيولع فيهم. هقول لك ليه. تعرف لو ما كانش بيجوا الكنيسه كان ليهم عذر، لو ده بيجوا الكنيسه ويتولع فيهم فوق انت ما تعرفهمش، مش عاجبه حاجه في اي حاجه، مش عاجبه في حاجه، دايما كده في حاله من حالات التعب، عنده تعب اعصاب بعيد عنك. تقول له متضايق ليه النهارده؟ يقول لك ده قصير قوي ابونا كله، انا كنت مستني جناين ما اتقالتش. خلاص طب كويس قوي. القداس اللي بعده متضايق ليه؟ القداس طول قوي 3 ساعات وعظه. ليه؟ ليه؟ في السماء مش عندنا اشغال؟ مش الكهنه ولا الكهنه متفرغه تتذل فينا بقى وما صدقوا بقى قفلوا علينا باب الكنيسه. طب عملنا له قداس في النص هينبسط بقى، هينبسط. يقول لك لا سريع ولا خد اللحن حقه، ماسخ كده. في واحد غاوي يتعب نفسه، غاوي يتعب نفسه، زي ده بالظبط يا جماعه اللي داخل عشان يبص على النقطه السوداء فيحرق دمه، زي الشخصيات بيرفكشنست كده. عارفين المفتش اللي عاوز يطلع غلط؟ هو بقى بيعمل كده مع نفسه ومع كل الناس اللي حواليه. اهو ده واحد جايبه لنفسه، ده واحد بيجيب التعب نفسه. واحد تاني، واحده تانيه، فلانه غلطت فيكي فوتي كبري دماغك. لا يمكن افوت، لا يمكن. انا احب المواجهه واحب العتاب، وتفضل قدام المرايه تعمل بروفا 15 مره كان داخل المسرح القومي. اقول لها وهي تقول لي ولو قالت لي كذا اقول لها كذا، وكانت قالت لي كذا اقول لها كذا. قلت لها لا دي ما تجيش كده، سيناريو تاني. شوارع وخناقات ونواصي وقصص. ليه كل ده؟ واحد غاوي تعب زي المتذمر او اللي غاوي عتاب او اللي داخل في مشاكل الناس. او في واحد غاوي تعب بالصوره تانية،
اللي هو اللي بيورط نفسه. عارفين يعني ايه بيورط نفسه؟ يعني حاجه مش قدها، حاجه مش قدها يتعب نفسه. يعني ايه يتعب نفسه؟ يعني حاجه ماليش واحد تلاقيه فاتح في كل حاجه، يقول له بص يا ابونا انا عايز اقول لك حاجه، انا مساعد امين خدمه في الكنيسه عندنا، وابونا الحبوب بتاع الكنيسه اللي جنبنا طلب مني خدمه ما قدرتش اقول له لا، وبدرس اكليريكيه وبدرس ماجستير في الكليه بتاعتي، وخطيبتي بتقول ان هي ما بتشوفنيش وعاوزه تفك الخطوبه. طب عاوزني ايه؟ قال لي حل لي المشكله. الحقيقه انت اللي بتورط نفسك. في ناس غاويه تتعب نفسها وبتشيل فوق طاقتها وترجع تقع وتقول كلكم بتتفرجوا عليا، كلكم ما عندكمش احساس. فين المحبه؟ مش لما اخوك يقع تسندوه وتيجوا تشيلوا من فوق كتفه؟ انت اللي شلت يا حبيبي، وقلنا لك ما تشيلش. مش غلطتنا احنا، ما احنا عندنا اولوياتنا وعندنا حياتنا وعندنا خدمتنا وعندنا حاجات كتيره قوي. ففي واحد بيجيب التعب لنفسه، بيجيب التعب لنفسه. واحده نفسيه حساسه قوي وبتتاثر، يعني هي لما بتسمع اي حاجه يعني التاثير بيبقى جواها جامد قوي قوي. فتروح لواحده صاحبتها تقول لها انت مالك تعبانه؟ تقول لها انا تعبانه وخلاص. لا قولي لي، انا اختك وحبيبتك، واذا ما كنتيش هتقولي هيجي لك الضغط والسكر، فطلعي عشان انا اشيل عنك وانا اختك وانا حبيبتك. فانت تحكي لها المصيبه اللي انت بتعاني منها، تكتئب 3 ايام وما تنامش وشعرها يقع وحاجات بقى فظيعه تحصل لها. طب ليه؟ في ناس كده بمنقار ماشيه تنقر على التعب، ماشيه تنقر على التعب. طب واحنا مالنا؟ مش معنى نكون سلبيين، مش احنا مالنا نكون انانيين، لكن انا بتكلم على الشخصيات اللي بتدور على التعب. انا مثلا اكون ممكن يجي حاج كاهن يقول يا ابونا بختكم بالكنيسه بتاعتنا، احنا الكنيسه عندنا فيها مشاكل. اكون انا غاوي من النوع اللي ايه، اللي عاوز اجيب التعب لنفسي واجع الدماغ، اقول خير يا ابونا مشاكل ايه؟ كرياستي بقى، انا تفتح زي القطط كده بالليل وداني تطرطق زي كلب الولف كده، وابتدي بقول له احكي يا ابونا، حكي بقى، حكي بقى. ها وتلاقيني وقعت في ايدين الاسقف وفي ايدين كان كان صغير، وانا بقى بشرع وبحل مشاكل. وانا مالي انا؟ وانا مالي انا؟ هو انا خلصت اللي جوايا عشان انا اتطوع واشيل متاعب الناس التانية؟ يا اخي كل واحد يحمل حمل نفسه. في ناس غاويه، في ناس ولو قلت له خليك في حالك يزعل ويعتبر انك جرحت محبته وجرحت صداقته. بصراحه خليك في حالك. تصور لو كل بيت بقى في حاله، الدنيا هتبقى احسن بكتير قوي الحقيقه. مشكلتنا ان محدش في حاله، فبنتعب وندين الناس ونزعل ربنا مننا. احنا قلنا كام نوع من التعب؟ اول واحد اسمه التعب الباطل، تاني واحد تعب الخطيه، تالت تعب التعب اللي انا ايه جايبه لنفسي. التعب اللي بعد كده ده بقى تعب ايجابي اسمه التعب المفرح. يعني ايه التعب المفرح؟ في آية كده بتقول ان الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالايه؟ بالابتهاج. يعني ايه؟ يعني في انسان بيتعب تعب سليم فيفرح بالثمرة، زي الفلاح اللي نزل في الحر ونزل في الشتاء. في الشتاء يحمي الزرع من البرد، وفي الصحير لازم يسقيه عشان الزرع ما يموتش، ومعرفش راحة. بس يوم ما بيلاقي الثمرة اللي بيحطها في القفص اللي هيبيعه، كأنه صدقينه ماسك بنته أو ابنه، فرحان فرحان. عشان كده المسيح قال إيه؟ قال المرأة وهي تلد تحزن. تحزن ليه؟ لأن ساعتها قد جاءت. طيب بعد ما بتولد تفرح. ففي تعب مرتبط بفرح. كل تعب فيه أمانة في المجهود مفرح جدا جدا جدا. ناخد أمثلة على سبيل المثال. يعني هناخد أمثلة من العالم. مثلا الدكتور أحمد زويل تعب قد إيه عشان يوصل للفيمتو ثانية؟ يعني حد فينا معاه عنده ساعة بتقيس الفيمتو ثانية؟ بس بالنسبة للليزر وبالنسبة للحاجات المتقدمة الحاجات دي تفرق عندهم، بس ما تفرقش معانا احنا خالص. تعب قد إيه؟ ليل ونهار. بس يوم ما وصل للاكتشاف وقدر يشخص زمن الفيمتو ثانية قد ايه من الثانية، وبعدين راح اخد الجايزة بتاعت نوبل، حاجة تانية خالص. في تعب، في فرح.
اتعب من اجل انك تفرح الاخرين. هقول لكم حاجه شخصيه صغيره، يمكن اكون قلتها لكم قبل كده مش فاكر. وانا صغير واحنا عيال صغيرين، انا كنت احب حاجه اسمها لقمه القاضي. انتوا تعرفوا يعني ايه لقمه القاضي ولا ما تعرفوا؟ لقمه زي الزلابيه يعني، بس مختلفه شويه. يعني الزلابيه عند الراجل لها قوام وليها شكل، اللي بتتعمل في البيت ملهاش قوام ولا شكل، ده الفرق. لكن الاثنين هي عجينه واحده في الاخر يعني، والاثنين بيتاكلوا بالسكر يعني. فكانت امي تعرف ان انا بحب، يعني عارفه كل واحد، يعني اختي تحب كيكه، انا احب الزلابيه لقمه القاضي دي. فانا كنت اقوم من النوم 6 الصبح في الشتاء عشان اروح المدرسه، اشم ريحه الزيت اللي على النار اللي بتتحط فيه لقمه القاضي، لان امي قامت 2 صباحا وخمرت عشان 5:30 صباحا تعمل لي لقمه القاضي، اللي عارفه ان ابنها. سيبوكم من كل ده، انا عاوز بس اقول لكم حاجه، ان وانا باكل لقمه القاضي في منتهى السعاده وهي سخنه وطالعه، بحطها في سكر بودره دي وباكلها باحلام الطفوله الجميله، ان كانك عندك كل حاجه مش طالب حاجه تاني في الدنيا غير لقمه القاضي دي. كنت ابص لوش امي، الاقي امي عليها ابتسامه فرح وهدوء، كانها عملت اقصى حاجه في الدنيا ممكن تتعمل لاولادها. بالرغم ان ده كلفها انها تقوم 2 عشان تخمر، و5 علشان تقلي ما علينا وتحمر اي حاجه. بس خليكم معايا، كنت ببص على وشها وش فرح. الانسان اللي اتعود انه يتعب من اكتر الحاجات اللي تهجي بهجه حقيقيه في قلبك الانجاز اللي حققت فيه حاجه وتفرح وانت شايفها. حتى على المستوى الروحي، انت ممكن تكسل عن الصلاه وتنام، خلاص دخلت في الفتور والبلاده الروحيه. وممكن تقوم وتقول اتعب نفسي شويه، ولما تتعب نفسك شويه تلاقي نفسك ايه؟ فرحت، خلصت، وقلت حته تسبيحه كمان، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، نايم فرحان زي الطفل كده. الله، اتاري انك لما بتتعب في حاجه ايجابيه. ولد من اول يوم اخذ الموضوع جد، وحط في دماغه هدف انه عاوز يطلع من الاوائل ومعيد في الكليه، وابتدى يذاكر وطلع ليه ترتيب من ال5 الاوائل على الكليه. لازم يفرح، وده تعب حلو قوي، تعب مفرح. وده يدخلنا في نوع التعب الاخير، وده احلى تعب في الدنيا، اسمه التعب من اجل الله. في قصه، انتوا عارفين في دير الانبا بشوي في جسد الانبا بشوي، وفي معاه جسد ابونا بولا الطموحي. ابونا بولا الطموحي ده، لن انسى ان في ولد من ولادي كان شغال في بنك، كان يملى المنبه يوميا عشان يقعد من الساعة 5 للساعة 7 مع المسيح، ما بين صلاة وتسبيح وقراءة إنجيل ومطنيات، وفرحان. يقول لي اليوم اللي ما بعملش، رفضت الراحة، راحت أمريكا استضافوها. فأول ما راحت أمريكا هتقعد طبعا 15-20 يوم يعني، تتكلم في شوية مؤتمرات. فلقت البيت فيه إيه؟ ما حدش فيكم عارف القصة دي. لقت في البيت فيه إيه؟ غسالة ومايكروويف وبوتاجاز. ما اعرفش انا اقعد في الحته دي. جابت الناس شالوا كل حاجه وحطوها تحت على الرصيف. قالت لهم احنا لو اتعودنا نغسل بزرار وناكل بزرار نبوظ، ما ننفعش نبقى راهبات. ايه ده؟ وسط الكلام عشان نطلع بتدريب عملي لكل الشباب اللي هيتجوز ولكل البنات اللي هتتجوز. استحملوا مني كلمه من بابا لاولاده وبناته، اذا كنتوا هتتجوزوا عشان بتدوروا على الراحه ما تتجوزوش، لأن قانون الحياة هو قانون التعب ولا شكوى. التعب ولا شكوى. لكن في ناس مش عاوزة تتعب، يعني لدرجة إن مرة في أم كده عندها 29 سنة بتكلم أم عندها 30 سنة، بتقول لها أنا كان نفسي أجيب واد بالفحم. هو الضحك طبعا، يعني إيه واد بالفحم؟ يعني عايزة تشغله زي أي آلة بتشتغل. يعني إيه؟ يعني عايزاه تلعبه وتزغزغه وتصور معاه وتعمل شير. لكن الغيارات طب والوقوقه بالليل طب ودكتور الاطفال اللي هنقعد عنده 6 ساعات عبال ما يجي دورنا مش عايزه الحاجات دي. امال انت عايزه ايه؟ ماما ببلاش. ويا ريت يكون عندي مربيه من افريقيا ومربيه من اسيا،
واحده تعلمه الاتيكيت والذوق، واحده تعلمه ازاي ياكل، واحده تربيه، وانا اعمل ايه؟ اتصور معاه. الحياه مش كده خالص. الحياه مش كده خالص. الحياه انك لازم تتعب وتبذل دماغك. وبطلب من ربنا ان يديلك التعب المفرح اللي فيه ثمر، ويديلك التعب من اجل اسمه. لالهنا كل مجد